بنات التجمع. انا عارفه ان في ناس كتير جدا اتكلمت عن الموضوع دوت، رهيبه جدا جدا جدا، وناس عماله تدخل بنتين ماسكين، منهم واحده مسكت التانيه بهدلتها حرفيا، هي اذتها مش بهدلتها. سيبك من كل الكلام اللي بيتقال بتاع النانيز ومش النانيز، ودي تربيه النانيز ودي تربيه مش عارف ايه. الكلام ده كله كلام فاضي. انا الحقيقه مش طالعه قوي اتكلم عن الخناقه قد ما طالعه اتكلم، بما ان انا بتاعت نفسيات، طالعه اتكلم عن النفسيه فور شور يعني. انا الحقيقه شفت كل تقريبا الفيديوهات اللي اتعملت على البنت ديت، راويه، والبنت كارما، واستغربت جدا انه عيله في السن ده يبقى عندها كم الغضب ده جواها. الغريبة انه بتأكيد مديرة المدرسة او نائب مديرة المدرسة، مش عارفة، اللي طلعت اتكلمت النهاردة ان دي مش اول مرة، وانه البنت بيحاولوا يقوموها بقالها سنين، وانه المفروض ان هي بتتحسن. مش عارفة بتتحسن ازاي، وديتوها لمين عشان تبقى متحسنة، وازاي فقدت اعصابها بالسرعة دي. ما هي برضو في حاجات كده غريبة بتحصل. انا اللي استغربته جدا في الفيديو اللي شفته بتاع البنت، مش فيديو الخناقة بقى، انا بتكلم على الفيديو التاني اللي البنت طالعه فيه تعمل 3 4 حاجات كده محتاجين نفندهم مع بعض. اول حاجه انها انت بتاخد حقك على انهي فكره، انت بتعلم عيالك ياخدوا حقهم ازاي، وايه مفهوم اخد الحق ولغايه فين. انت بتقول لاولادك خد حقك بايه؟ بالضرب، بالشتيمه، ولا ايا كانت العواقب. مهم جدا تبقى فاهم هو في ايه. لو انت مش فاهم انت بتعلم ولادك ايه، هتبقى مصيبة. دي اول حاجة عشان تبقوا فاهمين فكرة البنت مسيطر عليها اخد حقي. حتى وهي بتتكلم في الفيديو بتدافع عن نفسها، بتقول والله ما اسيب حقي من اي حد اذاني. مش هتسيبي حقك يعني هتعملي ايه؟ ايه المشكلة انه اختها هما البنتين شدوا مع بعض، وواحدة أكيد راحت اشتكت لأختها، وبما إن هي عارفة إن أختها هتعرف تجيب حقها راحت شكيالها وراحت جايباها عشان تاخد حقها. بس أختها يعني مش أخدت حقها. أنا مش عارفة ده اسمه حق ولا ضيعت نفسها ولا ضيعت حقها، ده إذا كان ليها حق أصلا. فكرة البنت في الفيديو دي عملت حاجة غريبة جدا، قلبت الترابيزة. معلش، هو انت سنك قد ايه عشان تعرفي تقلبي الترابيزه؟ جالك منين مفهوم قلب الترابيزه؟ يا جماعه، هو انتوا بتغذوا ولادكم ايه؟ ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه لولادكم عشان تغذوه بيها؟ البنت دي متغذيه عصبيه وشتايم وضرب. ياما اتخانقنا في المدارس، هو انا صحيح ما كنتش بتخانق قوي، بس او اتخانقنا اكيد. اكيد في يوم من الايام، انا مش فاكره، ذاكرتي مش سعفاني، بس اكيد اتخانقت في يوم من الايام. بس هل اتخانقنا لدرجه الوضع ده ان احنا نشد شعر بعض ونبهدل بعض ونشتم بعض والشتايم قبيحه، شتايم قبيحه يا مؤمن؟ معقوله وهم بيربوا ما خدوش بالهم من كميه العصبيه اللي البنت موجوده فيها؟ يعني احنا بنربي ولادنا لما ناخد بالنا هم عصبيين لغايه انهي درجه. مش متخيلين ان ولادكم عصبيين للدرجه دي. الاسره اكيد مضطربه يا مينا، اكيد الاسره مضطربه. ما انا طالعه بس افند الاسره مضطربه لغايه اني حته. قعدت افكر كتير جدا. انت البنت فضلت تضرب 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 لغايه ما جابت لها كسر في المناخير. معقوله؟ طب الانسانيه، طب الخوف، طب القلق انها ممكن تتعاقب او ممكن تتضرب او ممكن باباها يجي ويبهدل البنت، مثلا الحاجات الصغيره اللي كنا بنقولها دي. هل كل الكلام ده ما جاش في الدماغ؟ هو احنا للدرجه دي بنربي العيال على قله المسؤوليه؟ احنا بنربي العيال ونقول لهم خدوا حقكم من غير ما نقول لهم حدود مسؤوليه كل حاجه ايه؟ بنربي العيال وسايبينهم كده في الطل من غير ما نقول لهم ان كل فعل ليه رد فعل. بنقول للعيال انه اضرب وخد حقك ازاي، من غير ما تعرف انه بعد ما هضرب وهاخد حقي ده في نظرها طبعا انا ممكن اتعاقب. طب هي اتفصلت من المدرسة، فين المستقبل بقى؟ وبنت صغيرة بالعنف ده
لا انا ما صدقتش نفسي بصراحه. طبعا البنت مش طالعه لوحدها، البيت فيه مشاكل فور شور. الفكره كمان الغريبه جدا اللي في الفيديو بتاع البنت انها بتستدر مشاعر الناس. يعني هي مش بس قلبت الترابيزه، مش بس عصبيه، مش بس فكره انها بتاخد حقها، لا، دي كمان فكره انها بتستدر مشاعر الناس. يعني انت كل ده لحقتي تجيبيه؟ لا، والاصعب بقى انها طالعه بتكذب. يعني هي بتقول ان البنت قالت لها انه هي واتحايلت عليها علشان ما تعملش عشان ما تعملش محضر، واتاريها هي بتضحك عليا وبتلطم. طب يا سيقها علينا، سيقها كده علينا عشان نعرف نفهم. معلش، واحده واحده. يعني هي عندها ارتجاج في المخ وكان عندها حيل تتكلم؟ ازاي كل كميه الكذب دي واحنا بنربي ان البنت بتكذب؟ انا مش عارفه يعني انا كنت شايفه حد بيقول لا البنت تتحاسب، اوديها ليه، اسجنها ليه؟ انا مش قادره اتخيل ليه اسجنها. طب ما احنا ممكن نوديها مصحه تاهيل ونعلمها ازاي تعيش وازاي تتحكم في عصبيتها وازاي تدير مشاعرها وازاي تقول انا حاسه بايه، بدل ما هي مكبوته وراحت مطلعاهم في البنت. الولاد بقى الولاد اللي واقفين يتفرجوا الا من رحم ربي. يعني كام ولد راحوا شايلين البنت على جنب، الولاد كلهم واقفين يتفرجوا. يا جماعه هو احنا لا اولاد ولا بنات؟ يعني البنات بقت في منتهى العنف والولاد بقت في منتهى السلبيه. هو انتوا بتربوا عيالكم ازاي اليومين دول؟ هي لا تكونوا فاهمين ان دي تربيه ايجابيه، تربيه منيله، دي مش تربيه ايجابيه خالص. انتوا فهمتوا التربيه الايجابيه غلط. طبعا مش هتكلم عن المدرسه وعن السيستم ولا عن المدرسين ولا السكيورتي، كفايه اللي اتكلموا. هتكلم بقى عن النفسيه. بجد 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 كارثه، كارثه. النفسيه في المدرسه دي كارثه. وازاي ان محدش واخد باله من العيال، وازاي ما فيهاش تأهيل، وازاي الاهل ما اخدوش بالهم. مدرسة انترناشونال يعني ماشية بالنظام بره، يعني عندها حد نفسي، اخصائي نفسي لما بنشوف سلوك على الاطفال فبنروح قايلين للاهل وبنجيبهم ونتكلم معاهم ونقول لهم هو مالهم البنت فيها كذا. البنت بقت عصبية قوي، البنت بقت عندها مشكلة رهيبة، صوتها عالي، بتشتم، لسانها طويل. ولو دي مش اول وقعة ليها فاحنا عارفين المشكلة فين، فما خدناش اي حاجة ايجابية. الغريبة بقى انه كمان انها شايفة ان في الفيديو بتاع البنت برضو انها شايفة الناس جاية عليها وماشية بنظرية المؤامرة، وانه يا حرام انا الناس كلها بتكذبني، الناس كلها انتوا مش عارفين حاجه، احنا مش عارفين. طب احكي لنا انت الحقيقه. ما هو انت اللي انت عملتيه ده مش حقيقه، احنا عايزين نفهم الحقيقه، مش عشان نحاكمك، محدش هيحاكمك على حاجه، احنا كلنا قاعدين نتكلم ونبعبع على السوشيال ميديا، بس انت اللي في الاخر اللي شايله الطينه. على فكره العيال مش دريانين والكبار مش دريانين، كل واحد في حاله. يا جماعه انا مش قد الخلفه ما يخلفش، هي المشرحه مش ناقصه، بسيطة. يعني شايفة ان البنت شايفة انه الناس جاية بتكذبها. ان البنت شايفة انه كل واحد طالع يدافع عنها بيتمسح له الكلام بتاعه وبيتمسح له البوست بتاعه ومش عارف بيعمل ايه وبيعمل ايه. ده هو رسالتي للاب والام الحقيقة، هما فين؟ انتوا فين اصلا؟ اللطيف بقى رد فعل المديرة بتقول للوزير حرقاك، حتى لو حرقاك مش هتقولي حرقاك؟ لو هو ده سلوكك هتبقى مصيبة، لو هو ده كلامك هتبقى مصيبة، لأنه العيال هتطلع تعمل كده وهتتكلم بنفس الطريقة وهتقول نفس الكلام. حرقك؟ لا 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 يا جماعة، لا لا، الموضوع غريب، غريب. فكرة إنه العيال يتخانقوا مع بعض فيفردوا عضلاتهم. أنا هوريك أنا مين، أنا هوريكي أنا مين، أنا هعمل وهعمل وهعمل وهعمل. فكرة التهديد والوعيد اللي بستخدمها مع الناس اللي حواليا ده معناه ان انا شخص ضعيف وشخصي لا حول لي ولا قوة. حقيقي انا صعبان على البنت جدا، لانه فعلا هي ما لقيتش حد تفضفض ولا تتكلم معاه يحسسها بالامان، وما لقيتش في العنف، ما لقيتش الامان الا في العنف، ما لقيتش الامان غير انها تروح داخله بعضلاتها وداخله فردة صدرها وداخله تضرب.
ما هي اكيد اتضربت، اكيد اهملت، اكيد محدش بيسمعها. انا بس عايزه نفسي ايه، انه مثلا لو احنا عندنا عيال او عندنا ناس تانية بتتربى، ارجوكم ابعتوا لهم الفيديو دوت وقولوا لهم حاولوا تشوفوا ولادكم بيتفرجوا على ايه، تخليها عنيفه بالشكل ده. ايه الافلام اللي بتتفرج عليها؟ ما دي في ثانوي ربى. ارجوكم ابعتوا لهم الفيديو دوت وقولوا لهم حاولوا تشوفوا ولادكم بيتفرجوا على ايه. ايه الحاجات اللي بتتفرج عليها تخليها عنيفه بالشكل ده؟ ايه الافلام اللي بتتفرج عليها؟ ما دي في ثانوي. انتوا مشغولين، ما تخلفوش عيال. مش فاضيين، ما تخلفوش عيال، بسيطه. طب خلفتوا، طب ناخد بالنا منهم، طب نشوف سلوكهم، طب نبص. ما هي الفلوس مش كل حاجه، المدرسه الانترناشونال مش كل حاجه، ان انا اجيب فلوس مش كل حاجه. على فكره عادي انه اي بنتين يتخانقوا، بس اللي مش عادي انها تضرب بوحشيه بالشكل ده. والتفوق، البنت دي متفوقه دراسيا، التفوق الدراسي ده اللي بتعوض بيه النقص اللي جواها. احساسها انها ولا حاجه، وواضح ان البنت التانية داست على الحته دي. احساسها انها ولا حاجه، احساسها ان هي هوا، احساسها ان هي مفيش حاجه تعملها، انها مش فارقه مع حد. انا نفسي اتكلم عن البنت كارما اللي اتأذت نفسيا، اللي اتضربت. البنت دي هتفضل لسنين، لانه للاسف لو عندكم كتاب اسمه الجسم يتذكر، حاولوا تدخلوا تقروا. الجسم بيتذكر لأني مدى انه هتتضرب، مش هتنسى الضرب، مش هتنسى الوجع، مش هتنسى كسر مناخيرها وتشوهها، مش هتنسى انها اتبهدلت واتمرمطت، مش هتنسى احساسها بنفسها انه محدش حاش عنها في الوقت ده. وانه تلاتة يا جماعة بيضربوا فيه، تلاتة، يا نهار ابيض. تعرف تقلب الترابيزة؟ يعني لو انت بتتكلم مع بنتك وبنتك دايما بتقلب لك الترابيزة على مامتها وعلى اختها، ما هي دي مش اول موقف هتعمله. انت محتاج تفكر وتقول هو البنت طالما بتعمل كده يبقى في مشكلة. لو انت مش عارف وديها لحد نفسي. لو انت بس انت عليك تراقب السلوك، شكل العنف، طريقة الكلام، طريقة التبرير. كل اللي البنت عملته في الفيديو ده تبرير، تحت مسمى التبرير. دي مش طالعة تقول حقيقة، ده تبرير. أنا عايزة أهرب من الموقف ومن الحساب، فطالعة أقلب الترابيزة. طب أنت لو عيالك بيقلبوا الترابيزة في البيت ما بتاخدش بالك؟ تشوفوا الولاد بيعملوا إيه، ولو سمحتوا حاولوا إنه ولادكم تساعدوهم أكتر من كده. إحنا ما كناش عيال، أو كتاب الله، وكتاب الله المجيد ما كنا عيال، ده احنا كنا غلابة قوي، كنا غلابة قوي يا رمضان. سلام، يلا اشوفكم المرة اللي جاية.